يا كابتن، محتاج اعرف اعمل ايه علشان اضخم باقل نسبة دهون ممكنة. حلو قوي السؤال ده. الناس دايما اللي بتسأل الاسئلة دي بتبقى محتاجة تعمل حاجة اسمها لين بالك. يعني ايه لين بالك؟ اللي انت يكون عندك عضلات وعروق من غير نسبة دهون عالية. بس ده كان بيحصل زمان. الناس بتوع زمان كان التضخيم بتاعهم مثلا اللي هم ياكلوا كتير جدا ويتمرنوا قليل، فبالتالي يزودوا نسبة الدهون ويزودوا نسبة العضلات. بس المشكلة اللي هم في الأغلب بيزودوا نسبة الدهون بس مش العضلات. التضخيم الصح بتاع الفترة دي ال 2025 والناس اللي فعلا فاهمين هم بيعملوا ايه، بيزودوا 300 ل 500 سعر حراري من الكربوهيدرات والدهون والبروتين بشكل عام، بحيث ان الجسم يكون في فائض من السعرات الحرارية، فهو يكون هنا في حالة بناء عضلي. طيب حاجة مهمة جدا، لو انا زودت ال 300 سعر حراري او ال 500 سعر حراري دول هبني عضلات؟ لا، محتاج اكون متاكد ان انا ماشي على جدول تمريني مناسب ليا لمده شهور، محتاج اتاكد ان انا بنام 8 ساعات بالليل، محتاج اتاكد ان انا باخد فترات يوم راحه كافيه خلال الاسبوع، سواء يوم او اتنين او حتى ثلاثه. كل الناس بتحتاج فتره راحه، اللي بيتمرن 6 ايام في الاسبوع وما بياخدش غير يوم راحه ده لازم يكون حاسب حسابه لكل حاجه. فعشان كده ممكن تاخد يومين راحه ومفيش اي مشكله، هتعمل عضلات وانت مش بتتمرن. النقطه اللي انت محتاج تعرفها، اللي الناس بتعمل عضلات وهي نايمه مش وهي في الجيم. انت بتعمل تحفيز في الجيم، لكن التمرين حقيقي في وقت الراحه. انا كوتش احمد عجلان، بعمل لك فيديوهات عن التغذيه وعن التمرين، فتاكد انك تكون عامل متابعه وشير لصاحبك. سلام.